اول شغله انا ما كنت متوقع اني اعمل هيك حلقه على قناتي على اليوتيوب. اول شي بدي اياكم تفهموا انه هاي الحلقه ابدا ما بتعني ضعف يا جماعه. انا بني ادم عم بتعرض لتهديد ومسخره السوشيال ميديا، وشخص يجي يسكر لي كل تعبي على السوشيال ميديا لاني انا حكيت كلمه الحق. الموضوع صدقا ما بيعني لي، لانه رب العالمين مثل ما وفقني اول مره رح يوفقني تاني مره. انا كبرت بوجودكم بقناتي، بدعمكم، بكلامكم الحلو. اللي صار اليوم بعد الحلقة اللي نزلتها عن أديب لما اتصل فيني، بعت لي اليوم انه معك 24 ساعة والا رح احذف كل قنواتك، يا اما بتحذفهم انت. يعني حتى مو كافي اني انا احذف الفيديوهات، لا لازم احذف قنواتي. فيا جماعة انا بني ادم ما كذبت خبر. عملت بس على الانستغرام وصل لاكثر من 10,000 شخص، واديب كان عم يحضر البث المباشر، واديب تهرب انه يطلع البث المباشر. عمر ابو الرب فجأة اختفى، بعت لي رسالة واختفى، ما بعرف شو عم يصير او ما بعرف، لانه من ضمن البث في عالم صارت عم تقول انه عمر ابو الرب توقف. ما بعرف اذا هي اشاعة. انا حاليا عم حاول اني اتواصل معه لافهم شو السيرة. يلي عم تصير دراما مسخرة. الجزء الثاني اللي انا ما نزلته اساسا مشان كلمة انه انت عم تعمل دراما، لانه انا انشك فيني. واساسا انا ما نزلت الجزء الثاني مشان هي الكلمة تبع انه انت عم تعمل دراما ومتفق مع اديب. اساسا انا اذا بدي اعملهم بحلقة واحدة كلمة جزء ثاني، اكيد انا رح انزل حلقة مدتها ساعة و20 دقيقة مثلا او ساعة على اليوتيوب، لانه هيك المكالمات مدتهم. اني في مكالمة معه لهذا المزوق الرجال الواعي الكبير وصلت لل40 دقيقة، فاكيد انا ما رح انزل لك اياها بحلقة واحدة. فباعتبار انه ما كنت محل ثقة، اتهمت بانه انا عم بعمل اجزاء ومسلسلات بالاتفاق معه. وبعد هالبلبلة اللي صارت، فانا حرفيا محتوى الانتقاد ما عاد انتقد حدا الا ما اخذ اذنه. هذا الشيء ما بيعني اني انا عم اقدم له اعتذاري، لانه فشر بصراحة اقدم اعتذاري لهيك شخص بيحارب الناس بارزاقها. واذا انت بدك تقلي انه انت حاربته برزقه، انا حكيت الحكي اللي العالم كلها عم تحكيه وفي ناس جايه من عنده. المهم انا هذا الشخص باعتبار على قوله انه اعطاني مهله لبكره اني احذف قناتي، فانا ما بمشي على كيف حدا. اذا القناه انمسحت فتنمسح ان شاء الله عمرها. لهذا السبب انا عملت صفحه انستغرام وعملت صفحه يوتيوب، تركت الروابط بالوصف. ما راح اتضايق على صفحه، برت بالمحبه، برت بالثقه اللي اعطيتوني اياها، فما راح اتضايق على هذا الموضوع. بس نحن حرفيا عرفنا مين الولد ومين الرجال. يعني بكل هالدراما اللي صارت، اللي طلعت انا فيها باكبر الخسائر تقريبا، عرفنا مين الرجال فينا. والحمد لله انا بهالطريقه قدرت اوصل للجمهور انه انا مع جمهوري باني انا اطلع الحقيقه للاخير. ولو هذا الشيء على حسابي ما عندي مشكله، ولو هذا الشيء على حساب نجاحي، على حساب قناتي، على حساب اي شيء ممكن بملكه. اذا هذا الشيء بيكشف لك الحقيقه فعلا وممكن انه يريحك، فالحمد لله رب العالمين انا هيك بيكون مرتاح ضمير. فاتمنى اني اكسبكم على قناتي الثانيه وعلى صفحتي الانستغرام الجديده، حتى نرجع نكون عائله. باعتبار نحن حنخسر صفحه على الانستغرام فيها 41,000، وحنخسر قناه على اليوتيوب فيها 150,000، وحنخسر صفحة على التيك توك فيها 21,000، والعوض على رب العالمين. المهم بدي تعرفوا انه انا معكم، وباذن الله ان شاء الله ما بترككم، ورح نزل مواضيع حلوة ابتداء من بكرة باذن الله. فاتمنى تكونوا واعيين، لانه هي اخر الحلقات بالانتقاد على اي شخص بالسوشيال ميديا.